يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون فطيرة السبانخ مع الجبنة. طبعا هالوصفة جربتها للبيت، حبيتها وحبيت اليوم إني أشاركها معكم، بتمنى كثير إنها تعجبكم. بالنسبة هون لكمية السبانخ، هي كمية تقديرية. أول خطوة هون رح أعملها، رح أذبل السبانخ. رح أنزل معلقة كبيرة من الملح بقلب السبانخ مع الملح، وبتركه منقوع مدة ساعتين حتى يذبل عندي وتنزل ميته. إذا كنتم مستعجلين ممكن تذبلوا السبانخ على الغاز. بخليها على جنب. بهاي الفترة رح أحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل، أنا هون استخدمت المراعي. ورح نحتاج لبن الزبادي، طبعا هون كمان استخدمته من المراعي. لبن الزبادي هون رح نحتاج معلقتين كبار، والأفضل يكون عندنا بدرجة حرارة المطبخ. رح نحتاج أقل من نص كاس من الزيت النباتي، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة. بحركهم كثير منيح. رح أغطي الصحن ورح أترك الخميرة عندي هون تفور. طبعا بأيام الشتوية شوي بتاخد منكم وقت، بس أهم شيء إنكم تشوفوا الفقاعات طلعت على الوجه. الخميرة هيك عندي تمام. رح أنزل هون كاستين ونص من الطحين. طبعا انتوا بتحطوا على جنب 3 كاسات من الطحين، ما بتنزلوهم كلهم، بتخلوا شوي على جنب حتى تشوفوا العجينة كيف تحتاج معكم. نزلت هون معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. بعجنهم، طبعا بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. أهم شي عنا هون بالعجينة ما تشدوها بالطحين. كمية الطحين اللي احتجتها بالوصفة كاستين و3/4 الكاس من الطحين. رح أرجيكم قوام العجينة. هيك عندي طبعا تمام. رجعت عجنتها شوي على جنب. بعديها هون بحطها بالصحن، رشيت شوي من الطحين، بلمها كثير منيح، بغطيها، بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة ونص. بأيام الشتوية بتاخذ منكم العجينة وقت، فإذا حطيتوها بمكان دافي ممكن تاخذ منكم حد ساعة، بس أنا هون تركتها مدة ساعة ونص لأنه كان عندي المطبخ شوي بارد. هيك عندي السبانخ أول ما تذبل وبلشت تنزل ميته. هلا هون رح أعصر شوي. رح أورجيكم كمية المي اللي طلعت. هيك عندي السبانخ صار جاهز. هلا هون رح أنزل التتبيلة. بالنسبة لتتبيلة السبانخ اللي رح نحطها، طبعا في البداية رح نحتاج حبة كبيرة من البصل. أنا هون بشرتها وممكن تفرموه ناعم. ورح أستخدم هون الوصفة جبنة الفيتا من المراعي. طبعا نكهتها كثير طيبة. أول خطوة هون لازم تعملوها، بتهرسوها على جنب، بعديها بتنزلوها فوق السبانخ. هلا هون بنزلها. ورح أحط هون كمان من المطيبات السماق. في البداية حطيت معلقة كبيرة، ورجعت عدلت حطيت معلقة ثانية. بنزل هون أقل من نص كاس من زيت الزيتون. طبعا قلبتهم كثير منيح. طبعا على الذوق بتعدلوا الملح إذا كان بدها. أنا هون عدلت شوي بعصير الليمون، حطيت معلقتين كبار. الحشوة عندي هيك صارت تمام. بالنسبة للعجينة زي ما حكيت لكم أنا هون ريحتها. طبعا ما شاء الله العجينة أكيد ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، وللناس اللي بتطلب مقدار صغير من العجين أكيد ممكن تستخدموا هاي العجينة. هلا هون بقسمها قسمين. طبعا في قسم رح يكون أكبر من القسم الثاني. القسم الكبير هو اللي رح أحطه في البداية. بنرش هون رشة من الطحين، وببلش أفرد بقطعة العجين على مقاس الصينية. طبعا انتوا الصينية اللي بدكم تستعملوها بتحطوها على جنب، وتبلشوا تفردوا في العجينة حتى تاخذوا نفس المقاس. هيك عندي طبعا تمام. هلا هون بشيلها شوي شوي وبحطها بالصينية. الصينية عندي هون فرشتها ورق زبدة. أسهل عليكم بالشغل ممكن تتنوها بالزيت، بس الأسهل تستخدموا ورق الزبدة. هلا هون بحاول أوزعها على كل الصينية، وراح أعمل ثقوب. وراح أنزل هون بالحشوة جبنة الموزاريلا، اختياري، بس هي بتعطي نكهة كثير طيبة وممكن أكيد تستغنوا عنها، بس ما تستغنوا عن جبنة الفيتا. إذا حبيتوا تستخدموا قشطوان أكيد بيرجع لكم، بس الفيتا أساسي بالوصفة. طبعا فردت الحشو كثير منيح، وهون راح أرجع أفرد القطعة الثانية. زي ما حكيت لكم القطعة الثانية بتكون أصغر من القطعة الأولى، وبتحاولوا تفردوها على مقاس الصينية. طبعا هون رح أثبت الأطراف، بعديها رح أثنيها بهاي الطريقة حتى إنها ما تفتح معكم أثناء الخبز. هون باستخدام طبعا السكينة رح أعمل خطوط في الطول وخطوط في العرض. الخطوط اللي بتعملوها فقط على وجه العجينة، ما تنزلوا السكينة لتحت. وآخر إشي هون رح أدهنها بخلطة التلميع. استخدمت هون صفار بيضة، معلقة صغيرة من الحليب السائل، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الخل الأبيض. وآخر إشي هون رح أحط رشة من السمسم الأبيض وكمان من السماق.
طبعا هيك عندي الفطيرة صارت جاهزة، بدخلها فرن حامي على درجة حرارة 200 الرف الوسط. بالنسبة للخبز أغلب الخبز عندي كان من تحت، شغلت الشواية تقريبا مدة دقيقتين، طلعتها من الفرن لفيتها بقطعة قماش حتى تكون معي طرية وبعديها قدمتها. طبعا ما شاء الله ما تتخيلوا طعمها. هاي الوصفة أكيد ممكن تستخدموا الحشو اللي أنتم بدكم إياها، إذا حبيتوا تستخدموا حشوة السبانخ العادية أكيد برجع لكم، بس أنا هون حبيت إني أستخدم معها الجبنة، نكهتها غير. وكمان إذا حبيتوا تحشوها بالدجاج برجع لكم، أنا عملتها قبل هالمرة، إن شاء الله رح أحط لكم رابط بصندوق الوصف. وهي وصفتنا لليوم، إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، ويعطيكم ألف عافية.